لو انت من الناس اللي بتشتكي ان كوعها بيوجعها في تمرين السكال كراشر، يبقى الفيديو ده معمول ليك وفايتك كتير قوي لو انت ما كملتوش للاخر. ببساطه كده لو انا جيت حللت لك التمرين ده، هنلاقي ان محور الدوران بتاعي اللي هو الكوع، وهتلاقي ان البار بتاعك او الجاذبيه عايزه تنزل ليه بشكل راسي وتشدك لتحت. فلو جينا كده شفناها اللي هي بالخط الاخضر. في حين بقى لو انا عملت كوعي 45 درجه زي بعض الناس ما بتعمل، هنلاقي ان في اتجاه تاني بيجي اللي هو معمول باللون الاصفر. فانت هتلاحظ ان في حمل غير مبرر بيجي على مفصل الكوع، فعشان كده انت بتشتكي ان هو بيوجعك. وبرده مش هيختلف عليهم لما تيجي تلعب البايسبس بالبار وانت بتوسع ايديك، هتلاقيه برده ان هو بيعمل نفس الكلام دوت. ومش هيختلف عليه تاني برده لما تيجي تضيق ايديك، فبرده ده بيحط حمل غير مبرر على المفصل. في حين انك انت لو مسكت المسكه العاديه بتاعتك في البايسبس على نفس مثلا مستوى الكتف بتاعك، هتلاقي ان موضوع الوجع ده بيبدا يقل معاك شويه. طبعا الكلام اللي انا قلته ده بيكون عند بعض واغلبيه الناس، لكن بيكون في استثناءات وفي ناس بتعمل كده وبرضه مش بتحس بالوجع، فده بيكون بعض الاختلافات الفرديه للناس. ولحد دلوقتي انا مش عارف ازاي بعد كميه المعلومات اللي انا قلتها لك دي لسه ما عملتليش فولو على الانستجرام.